السلام عليكم. هنعمل النهاردة أكلة من الأكلات السهلة جدا اللي ممكن نعملها. هنعمل فطيرة الجلاش بطريقة سهلة جدا ومبتاخدش وقت خالص، في 5 دقايق بتكون معمولة. المهم لو عجبتكم الفكرة عايزة اللايك والشير الحلوين بتوعكم، ونكمل الفيديو للآخر. أول حاجة هنبتدي نعمل الحشوة بتاعتها. بنجيب بصلاية متوسطة وبنخرطها خرط رفيعة، وبعد كده بنحطها في طبق، وبعد كده بنجيب اي فلفل موجود عندنا، فلفل اخضر، فلفل الوان، فلفل احمر، ايا يكون. عايزينها سبايسي هتحط لها فلفل حامي، عايزينها مش حامية هتحط لها فلفل كوبي، ايا يكون الفلفل حسب الرغبة اللي انتوا بتعملوها. بعد كده هنجيب طماطمايه ونخرطها خرط رفيعة، قطعناهم كده كلهم، هنحطهم كلهم في طبق مع بعض. هيكون عندنا مثلا قطعة صدور فراخ، انا كان عندي حوالي ربع كيلو او اكبر، اكتر شوية. المهم قطعتها بس تكون محطوطة في الفريزر شوية عشان تكون جامدة معاكي، عشان تقدري تخرطيها تطلع معاكي خرط مكعبات كده صغيرة، تكون ماسكة نفسها. كده خلاص حطينا البصل على النار، معلقتين زيت، حطينا عليه توم باودر وبصل باودر ونص معلقه بودره زعفران. مفيش بودره زعفران ممكن نحط نص معلقه كركم عشان يدينا اللون الجميل ده. بعد كده حطينا الخضار بتاعنا، الطماطمايه والفلفل اللي قطعناهم، وهنحط عليهم نص معلقه سكر، نص معلقه ملح، وهنديهم تقليبه مع الفلفل الاسود طبعا، وهنديهم تقريبا نركنهم على جنب. كده جبنا احنا لفتين الجلاش بتوعنا. انت هتعملي لفه او هتعملي لفتين حسب ما هتعملي. هتجيبي اللفه وهتمسكيها هتخرطيها كده خرط صغيره. طبعا على هتبقي محتاجه بقى تحطي راقه وتحطي سمنه وتحطي كده، لا مفيش الدوخه دي كلها. هتجيبي صينيه ندهن الصينيه ونحط في قلبها الجلاش بتاعنا، ونجيب معلقتين سمنه حلوين نسيحهم، وبعدين ندهن بيهم الجلاش بتاعنا. المهم يتشرب كله بالسمنة بتاعتنا. كده احنا هنشرب الجلاش كله بالسمنة. المهم ما نخليش حتة إلا لما ندهنها علشان يشرب السمنة بتاعتنا. بعد كده بنجيب كوباية لبن وعليها بضاية وربع معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود، ونقلبهم كويس، نربهم كويس بالشوكة، وبعدين نشربهم للصينية. الصينية كده كلها شربت اللبن بتاعنا، هنظبطها بقى كده. وبعد كده هنجيب بقى الحشوة اللي احنا عملناها وندهن بقى بها الصينية كلها. وبعد كده بعد ما نظبطها بندخلها الفرن على درجة حرارة 180. كده استوت معانا، هنطلعها ونحط عليها الجبنة، اي جبنة موجودة عندك ماشي، جبنة موتزاريلا، اي جبنة ايا تكون اللي موجودة عندك هتحطيها وهتدخليها الفرن تاخد وش معاكي. كده طلعناها ما شاء الله، جميلة، فطيرة جميلة، مستوية من فوق مستوية من تحت، وما شاء الله ولا أروع من كده. اعملوها وربنا يحسن ما بين ايديكم. واللي ما عملش اشتراك للقناة اشترك عشان يوصله كل جديد.